كبير مراسلين القنوات الرياضية العزيز عبد الله العضيبي مع قائد المنتخب السعودي ياسر القحطاني من مقر سكن المنتخب السعودي. شكرا لك يا بدر، اهلا بكم من جديد متابعينا من فندق كراون بلازا مقر إقامة المنتخب السعودي والمجموعة المصاحبة له في هذه البطولة. كابتن المنتخب السعودي ياسر القحطاني إلى جانب أبو عبد العزيز، أحييك. لن أتحدث معك بشكل فني مفصل عن المنتخب، ولكن سأتذكر معك البطولة التي كانت في الكويت. كنت يومها هي البطولة التي مررت ياسر بشكل كبير إلى عالم كرة القدم وعالم النجومية. اليوم حينما تشاهد زملائك، من تتوقع أو من توصيه أو تقول له هذه البطولة هي بوابة العبور بالنسبة لك؟ والله سؤال صعب. ليش؟ لأنه الحمد لله احنا عندنا لاعبين شباب كثر يعني، وكلهم يستحقون النجومية ويملكون الإمكانيات اللي يعني تجعلهم يعني يكونون نجوم. فأنا أتمنى إن شاء الله منهم أنهم يعني يضعون كأس الخليج نصب عينهم ويعرفون أنه كأس الخليج أنجبت أشهر نجوم الكرة الخليجية وأعطتهم الاسم والشهرة، ومن خلالها اشتهروا كبار النجوم عندنا في السعودية أو في الخليج. فهذه فرصة لا تعوض، فرصة للتاريخ، وأتمنى إن شاء الله أنهم يكتبون أساميهم من ذهب في هذه البطولة إن شاء الله. هذه البطولة تلعب إعلاميا كما هي تلعب على الميدان أو على الملعب على العشب الأخضر. هل في تكتيك معين بالنسبة للمنتخب إعلاميا؟ من سيظهر، من سيتحدث؟ غالبا ما يكون أو تكون القنوات الخليجية تضغط على المنتخب السعودي ببعض الأسئلة، بإثارة بعض المواضيع. هل رسم هذا الشيء بينك بين ريكارد، بين خالد المعجل، بين خالد النويصر؟ لا أبدا، لأنه في النهاية وجهة نظري يعني أنه هذه أصبحت لعبة قديمة يعني. الحرب النفسية من خلال الإعلام، سؤال مربك من هنا، سؤال ثاني من هنا، ما أعتقد أنه صارت تمر على أي لاعب. أنا أعتقد الآن اللي الجاهز فنيا يعني وبدنيا ومعنويا من نفس الإدارة والفريق كمجموعة راح يحقق مهما حاول الإعلام يعني إحباط هذا النجاح. ولكن في النهاية اللي احنا نعرفه أنه ميزة كأس الخليج انها اعلاميه اكثر منها ميدانيه ايضا، فصار الموضوع بالنسبه لنا مألوف يعني، ولا في اي شيء غريب يعني. ريكارد، هل تغير في ادائه الفني عن المباريات اللي قبل؟ اتحدث عن تصفيات كأس العالم. اليوم اسمع من البعض بانه هو من يباشر التمارين، هو من يباشر المحاضرات، عكس ما كان سابقا بان هذه المهمه موكله الى مساعده. صحيح. يمكن شوف الفكر الاوروبي دائما إذا جاء للخليج ينصدم. فأنا أعتقد أنه الكوتش ريكارد يعني ما كان يعني يجهل أو تخفى عليه بعض الأمور بالنسبة للكرة الخليجية أو السعودية، والآن بدأ يعني بحكم قربه يعني ومدة العمل اللي عملها في السعودية، الآن بدأ يتفهم الوضع أو أنه يفهم الوضع والأمور كيف تأخذ يعني عندنا في الكرة السعودية أو في الخليجية بشكل عام، وبدأ يطبق هذه الأمور. قد يكون تغير من بعض النواحي اللي أنت ذكرتها، لكن في النهاية النتائج هي اللي تحكم يعني. أخيرا، شارة الكابتنية قد تكون لأي لاعب موجود في أي نادي أو منتخب فقط للرمز وللقرعة الموجودة، وقد يكون لها أدوار مختلفة سواء في الملعب أو في التواصل ما بين الجهاز الإداري واللاعبين. أنت أي دور تمارسه في المنتخب السعودي ككابتن؟ والله شوف، أنا أعتبر أن جميع اللعيبة كباتن عندنا في المنتخب، لأنه ما شاء الله عندهم من درجة الوعي والفهم اللي ما يحتاج أنك تتعب نفسك وتقعد تطارد وراهم أو تلحق وراهم. أنا أشوف أنه دوري أنا مثل دور أي لاعب فيهم، اللي هو العطاء في الملعب، الالتزام بتكتيك المدرب ومعلومات المدرب، الالتزام بالأنظمة الإدارية الموجودة في المنتخب. هذه كلها الحمد لله متواجدة وموجودة في الشباب كلهم. فأنا أعتقد أنه شارة الكابتنية ممكن توزع على 23 لاعب كاملين يعني. الله يعطيك الف عافية. شكرا ياسر القحطاني نجم المنتخب السعودي والمحتفى به حقيقة هنا في فندق الكراون بلازا من قبل الجماهير المحبة للمنتخب السعودي وغيره من المنتخبات الخليجية. بدر.